بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير مهنيين. كملتوا الحلويات ولا ما زلتوا؟ المهم نختموا بسلطان المايدة مقروط الكوشه. الله الله على قانيه، شوفوا كيف يجي معسل، يجي يذوب كما يقولوا، يجي يتفتت. الله يبارك عليه. قبل ما نشوفوا لا فيديو صلوا وسلموا دائما على حبيبنا وشفينا يوم القيامة، وديروا لي جيم فضلا وليس امرا، لانه حقيقة يستاهل. شوف الله يبارك عليه، يعني ما شاء الله يزهي العين يزهيها. وقبل ما نشوفوا المقادير ونفوتوا لكيفية التحضير، نقول لكم خياتي سمحوا لي بلي راه كاين فيديو نحذف ليه بصح ماهوش مهم، بس راني حاطه فيديوهات بزاف، زوج فيديوهات، واحد صنعته على شكل معمول وواحد صنعته يعني مقروط في، يعني حطيته تقريبا في 3 فيديوهات في قناتي. ارجعوا ليه، راكم تصيبوا الوصفة بالتفصيل، لانه ماهوش صعيب في الصنع تاعو، فقط سايسي وتبعي كما يقولوا النصائح، وروحي مع حبه حبه رايح ينجح لك. ما تحلاش طابله العيد غير بسلطان المايده. شوفوا كيفاه يجي، كاين اللي يديروه مقلي، كاين اللي يديروه في الكوشه. انا نفضل اني نديرو في الكوشه، لانه يجي اقتصادي، يجي صحي، يشد لنا بزاف، ويجي ما شاء الله عليه. يعني تحبي تدسيه ما تعسليش، حتى من بعد تعسليه عسليه، تحبي تعسليه ثمثم على هويتك عسليه كما يقولوا وقدميه. شوفوا كيف يجي معسل، يجي ما شاء الله. جاي بك المعه فيه من الفوق، يعني بواحد المكون فقط نزيدوه له، ماشي حاجه صعيبه. يبقى كما راكم شايفينه هكا يبرق بريق. معليك الحبيبه تاع اللوز، كاين اللي درتو بالحلقومه وكسرتلو شي كاوكاو، كاين اللي درتلو كما كنتم تشوفوا حبيبه لوز على شكل ورقه ولا على شكل دمعه، يعني الاختيار يبقى لكم انتم. هنا نروحوا للمقادير. واش عندنا فيه؟ عندي 3 كيلات سميد. كما تعرفوا السميد الحرش كاين انواع واشكال، كاين سميد اللي يجي حرش هو رقيق، كاين اللي يجي سميد حرش هو خشين. كما انا هنايا كان عندي هذا في الدار، ما شريتش في الحق، هنا هذا تاع الحمامه، بصح راكم تشوفوا نوعيه خشينه ماهيش رقيقه صراحه. كاين منه انواع، كاين رقيق وكاين الخشين. عندي 3 كيلات سميد، 3 مغارف بومبي تاع فرينه، شوفوا قريصه تاع الملح. نخلطوا كلش مع بعض هنايا، ونجيبوا الكيلة تاع ليدام ناقصه صبع، كيلة تاع ليدام تاع سمن، انا استعملت سمن، نذوبها مليح، ما نخليهاش كما نقولوا حنايا صانعه كما كنتم تشوفوا هكايا. ناقصه اصبع، ونزيد نكملها بالزيت حتى تولي فايضه. ندير هذاك الليدام تاعي ونقعد نحبك 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 فيه حتى نحس بلي صح الليدام تاعي دخل، يعني دخل في الدقيق تاعنا. نغطوه ونخلوه ساعة ساعتين. كاين اللي يخلوه يبات، يعني يخافوه لا يخسر لهم، يخلوه يبات. انا ما نخليش نبات خياتي، ما خليش يبات عفوا، ثمثم نعطيله غير ساعتين راحة ولا ساعة ونص بلا ما يشرب هذاك الليدام برك. هذا مكان. ونجيب الكيلة اللي قست بها الليدام وقست بها الدقيق، ندير نص مزهر ونص ماء. إلا كان الحال بارد من الأحسن الماء تاعكم تدفوه شوية، وإلا كان الحال عادي ديروه بالسبالة ديريكت من الحنفية، يعني ديريكت على هوايتكم. ولا المقروط تاعكم جامي تشربوه منا وتخدموه منه. كيما انا هنايا الفيديو هذا هو اللي تحذف لي بعد ما شرب، درت له نص كيلة، يعني عمرت كيلة ماء ومزهر، درت النص تاعها شربته وغطيته خليته يريح. هذه ثاني مرة يعني، والغرس كما كنت تشوفوا فيه هنا، يعني خدمته وفورته وعجنته بالقرفة وزدت له الججلان وخدمته على شكل كويرات وزدت له 2 مغارف زيت، ما درتلوش المزهر يعني باه يشد لي فقط. هنا خليت المقروط تاعي يريح، شربته نص تشربه وخليته يريح، غطيته واحد 10 دقائق وعاود رجعت ليه زدت له نص تشربه الزوجه. شوفوا هنا كاع ما تخافوش المقروط تاعكم، مادام نتوما تخدموا الى نشفت لكم العجينه زيدوا شربوه، زيدوا شربوه. كاين وين ياكل كيله، كاين ياكل كيله وربع، وكاين وين سر المقروط شربوه. دائما كي تشوفوا العجينه نشفت زيدوا بخوها وخلطوا هكايا بصبعتكم، حاولوا انكم ما تعجنوش، شربوا فقط، شربوا كما يقولوا هكا، خلطوا فيه بصبعتكم وديروا الطابع اللي راكم حابينه، اللي كاين عندكم حبيتوا تخدموا مقروطات، يعني الاختيار يبقى لكم. وملاحظه واحده اخرى، هنا الكوشه ما تزيدوا لهاش بزاف، شعلوا لها غير من التحت حتى يصفر المقروط تاعكم، ومن بعد شعلوا لها من الفوق ثاني يصفر شويه، ما تحمروش لدرجه انه حتى يحمر. كيف نقول لكم كيما البس يجيكم يابس. شوفوا هنايا هاي وين كملت كامل المقروط تاعي وشعلت له من التحت حتى صفار، وزدت شعلت له من الفوق.
وكاينه ثاني كيما قلت لكم هذا الفيديو ثاني راح لي حبيباتي. شوفوا كي تجبدوه مباشرة في العسل بارد، ما تخلوش يريح، مباشرة كيما راه سايسوه، ديروا باسينة كبيرة ورفدوه بالحبة وحطوه في العسل بارد، خلوه في العسل مدة 4 سوايع حتى ل5، ومن بعد قطروا المقروط تاعكم خلوه ينشف وعاودوا دفوا العسيلات تاعكم وحطوه فيها 2 ساعتين ولا 3. يعني هذه العملية تتكرر مرتين حتى 3، لذلك لأنه الدقيق خشين بزاف وباش يشرب لنا لازم نعطوله حقه في التشرب كما راكم تشوفوا. واخر عمليه نقوم بها هي هذه، نجيبوا شويه تاع عسيلات نزيدوا لها واحد 2 مغارف لاجيلي ولا الجليكوز ولا كل واحد كيف يقولوا. هذه العمليه تخلي المقروط تاعنا يجي يلمع الماء، ونفوتوا الحبه تاع المقروط في هذا الخليط ونديروها مباشره في الكيسات. المهم كملوا لا فيديو يا خياتي وان شاء الله يعجبكم، ونقول لكم ما تنسونيش بالجام خياتي وتهلاو لي في روحتكم، وان شاء الله نعيدوا بالصحه والهنا.